الاساطير في الحياه كتير، بس النهارده هكلمكم عن اشهر اسطوره في عالم اطباء الجلديه وزراعه الشعر، البعبع. بالظبط زي ما انت عارف، المينوكسيديل، واحنا بنسميه البطل المظلوم. مشكله المينوكسيديل ان 99% من اللي بيستخدموه هم اللي عندهم صلع وراثي. قصته بدات ان شعره بدا يقع ويخف، راح كشف اتشخص ان هو عنده صلع وراثي واتكتب له في الروشته المينوكسيديل. استخدمه فشعره اتحسن، فزهق فوقفه فشعره وقع تاني. فيقول المينوكسيديل وقع شعري، وشعري بقى زي المدمن، يا اما ياخد المينوكسيديل يا اما هيموت. لكن الحقيقه ان مرض الصلع هو اللي مزمن. هو مش بيكون مزمن في كل الشعر، لكن بيكون مزمن في مساحه متغيره من شخص للتاني. علشان كده الصلع زيه زي مرض السكر، يا اما ياخد علاج مدى الحياه يا اما هيتعب لما يبطله. والدليل على كده ان استخدام المينوكسيديل على شعر الدقن مش هيخلي الدقن تقع لو بطلناه، علشان الدقن مش مصابه بجين الصلع الوراثي. والا كان زمان مراكز الليزر كلها اختفت وقفلت، وكانت الناس استخدمت المينوكسيديل كوسيله امنه وسهله لازاله الشعر. طيب ليه احنا كاطباء بنسميه البطل المظلوم؟ لان هو اكفأ علاج عرفناه لتوقيف نشاط الصلع الوراثي، والصلع مرض مزمن وعلاجه لازم يكون دائم.